انا كجزائري بريطاني والله اشكر الشعب المغربي على ما يفعلون. كنت اتمنى لو الشعب الجزائري يعمل نفس الشيء. المغرب لا يحتاج للفرنسيين، العالم كله يروح. انا اعرف المغرب جيد صالح، اعرف اقادير. يعني انت تدعو مثلا الى حمله مغاربيه على منوال المغاربه؟ نعم، من المغرب الى تونس، اقطع هذه فرنسا، لا نحتاج للفرنسيين. المغرب، السياحه المغربيه مثلا صالح، العالم كله يروح للمغرب. انا لما اكون في المغرب التقي ببريطانيين واستراليين العالم كله يحب المغرب. كم السياح، لا مقارنه، لا وجه للمقارنه بين الجزائر والمغرب. انا لست هنا طبعا لافاضل، ولكن اذكر هذه المعلومه. المغرب يريد ان ينشط سياحته. العالم كله يحب المغرب، لا يحتاجون للفرنسيين. طيب هذه الحمله الشعبيه حكيم، برايك السلطات المغربيه ستتجاوب معها ربما وتتخذ هذه الخطوه؟ نتمنى ذلك صالح، والله نتمنى ذلك يا اخويا. حمروا وجه للشعب المغربي، قال لك اقطع العلاقات اقطع. طيب عبد العزيز من المغرب يقول لو تفعلها الحكومه المغربيه ستكون الضربه القاضيه، هكذا يقول. نعم، لفرض هيبه الدوله. هذا مغرب اليوم وليس مغرب الامس، والعطاء اللغه العربيه قيمتها اللغه الاجنبيه لغه ثانويه لمن اراد تعلمها، فهي معرفه خصوصيه كما يقول هو بالطبع. الحسين من المغرب له مؤسسات يا صالح، أما كلمة المخزن فهي كلمة نسمعها ليلا نهارا في إعلام العسكر الجزائري. عبد العالي من المغرب يقول يجب على الحكومة المغربية أن ترد على فرنسا بالمثل وبقوة، هذه أكبر حاقد على الإسلام والمسلمين والعرب خاصة، كما يقول المثل المغربي إن كانت فرنسا تعطينا الغذاء أو العشاء نقطعه. هذا ربما مثل مغربي محلي. طيب أحمد من مصر يقول فرض تأشيرة على الفرنسيين لدخول المغرب من باب المعاملة بالمثل بعد فشل الجهود المغربية لإلغاء القرار الفرنسي بفرض التأشيرة على المغاربة. كلام أحمد من فرنسا. أحمد من الجزائر يقول من غير المعقول المواطن الفرنسي يدخل المغرب دون فيزا، والمواطن المغربي ضروري يدخل فرنسا بتأشيرة. هذا لا يصلح للأسف. والمتصل هو أحمد من الجزائر. يا عمي مش فقط المغرب، هناك دول عربية أخرى أيضا لا تفرض تأشيرات على الفرنسيين. ليش يعني أنتم حاطين فقط المغرب دون؟ هذا ليس إذلالا. أنا لا أقول يعني أنه هذا منطق. جميل أن تعامل دولنا العربية أيضا الدول الغربية بالمثل. سهلتم الدخول نسهل الدخول، فرضتم تأشيرة نفرض التأشيرة، نعم من باب المعاملة بالمثل، ولكن لا يعني أن المغرب فريدا ووحيدا في هذه القصة. علينا أن نكون متوازنين في هذه المسألة من باب الأمانة ليس إلا. إذا المغرب يسير على طريق النيجر مثلا، قطع كل أواصر العلاقة مع فرنسا. فرنسا ليست أفضل من المغرب. عادل من كندا. السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام. أولا أريد أن أقول شيئا، يوجد الضرب في باريس والبكاء في جهة ثانية. أتمنى أن تفهم رسالتي. عبد القادر. السلام عليكم. وعليك السلام. أهلا سي صالح، لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. حنا اخي هذا الراي ديالي شخصيا ما كنطالبوش حنايا ما نقطعوا الفيزا على الفرنسيين. انا اطالب الحكومه المغربيه، انا ما كنمثل لا حزب ولا مواطن عادي، اطالب قطع العلاقه حتى يمشي هذا خينا كما كنقولوا بالعاميه في المغرب هذا البرهور. يعني انت لا تطالب فقط بفرض التاشيرات بل بقطع العلاقه نهائيا. انا اطالب سيدنا قطع العلاقه حاليا، قطع العلاقه في هذا الاسبوع ولا حتى يمشي هذا البرهوش كما كنقولوا حنا بالعاميه في المغرب، يمشي هذا البرهوش في حالاته، وتسمى نهار اللي يجي رئيس عاقل. راه اسوء رئيس في تاريخ الجمهوريه الفرنسيه هو هذا ماكرون. الجزائر هربت من المنافسه مع المغرب بحف ماء الوجه. هربت كان هروب. محمد ما كانش انسحاب، لانه يعرفوا باش ينهزموا هزيمه شكرا مجله على مستوى التنظيم على مستوى التصويت. منح المغرب شرف تنظيم كاس افريقيا 2025 اللي عند المغرب اليوم مش موجود في حتى بلاد في القاره الافريقيه. تقول لي كيفاش؟ نقول لك سياسيا فما دعم كبير من الملك محمد السادس للرياضه في المغرب. دونك هذه نقطه مهمه برشا. دونك المغرب سياسيا من اكثر البلدان اللي عندها دعم للرياضه على المستوى معناتها السلطه نتاعها. رياضيا ما نجموش نحكيو على منتخب مغربي كاتريا مونديال، منتخب البنات نتاع المغرب لاول مره في التاريخ يترشح للدور الثاني في كاس العالم. نحكيو على اصناف الشابه في المنتخبات العربيه، نحكيو المنتخبات المغربيه، نحكيو على ايضا مين معناتها الوداد على دي ستار في الانديه الاوروبيه، الوداد والرجال اللي يعملوا فيه على مستوى معناتها تشامبيونز ليج والكاف. نفس الشيء بالنسبه معناتها الفتيات كما كنت نحكي. هذه على المستوى الرياضي، حتى على مستوى تنظيم المقابلات وتنظيم التظاهرات الرياضيه الكبرى. معناتها تعرف مليح انه المغرب معناتها تنظم في كاس العالم تاع الانديه، ماهيش حاجه اللي هذول ما صارتش برشا في عديد المرات ولا وما صارتش الدول الخليجيه. فما كان انا ما نذكرش لا تونس لا الجزائر لا غانا لا نيجيريا لا حتى بلاد في افريقيا عملت الشيء اللي عملته المغرب. دون فينا الحقيقه انا قعدت باهت في ترشح الجزائر، لانه صعيب برشا انه المغرب تدخل
في ترشح ولا تحط معناتها السوبروبوز باش تنظم حاجه، وصعيب برشا انه تلقى منافسه من اي بلاد في القاره الافريقيه، مع احتراماتي لكل البلدان. وهذا اللي صار وهذا اللي تاكد. دونك الحقيقه امبلومون ميريتي بالنسبه للمغرب. ما نستحقش اني انا باش نزيد نقول اكثر من هكا، ولكن نتصور انه المغرب اكثر بلاد تنجم تكون جاهزه لتنظيم كاس افريقيا القادمه. في الساعه فما غلطه استراتيجيه كبيره عملتها الجزائر انها قدمت الترشح نتاعها لتنظيم 2025 و2027. الحقيقه عمرها ما صارت. انت دوله اذا كان تعرف روحك ماش حاضر 2025، شو معناتها فينالمون الجزائر شنو حابب تقول؟ معناتها اذا مانيش حاضر 25 تو نعمل 27. انت تعرف الامكانيات نتاعك وقتاش تنجم تنظم. كان 2025 حاضر تقدم ملف ل 2025، كان ماش حاضر تقدم ل 2027. الجزائر الغلطه الاولى انها قدمت زوز ملفات. ثاني نقطه محمد، الجزائر خلينا نقولوها بكل صراحه معناتها لا انا مع الشق المغربي ولا انا مع الشق الجزائري، احنا نحكيو الموجود. الجزائر انسحبت والا بمنطق الاشياء هربت من المنافسه مع المغرب بحف ماء الوجه. هربت كان هروب محمد، ما كانش انسحاب، لانه يعرفوا انه اذا كان باش يواصل نتاعهم مع الترشح نتاعهم باش يحطوا الملف نتاعهم على الطاوله باش ينهزموا هزيمه مذله على مستوى التنظيم وعلى مستوى التصويت. انه حتى معناتها فينا المو راهي هي مجموعه عوامل خلات المغرب تاخذ 2025 مش الجزائر، وربما حاجات تفسر سبب انسحاب الجزائر. ما نساوش راهو الجزائر نظمت الشان في المده الاخرى، وفما اشكال خلط الرياضه بالسياسه صار وقت اللي حضر معناتها دونك معناتها راهو وقت اللي حضر معناتها ولد نيلسون مانديلا حفيده وتكلم وقال على الصحراء الغربيه. فينا المو راهي ما تعديش بالسهل اشياء كما هذه، لا الكاف تقبلها ولا الفيفا تقبلها ولا المغرب ولا اي. دونك فينا المو هي مجموعه نتاع معادلات ربما تكون خلت الجزائر تفهم روحها تنسحب وتبين انه هي غاضبه في انتظار ربما قرارات قادمه. وموتسيبي وفوزي لكجع يقول لي الامور ليست على ما يرام. هذا اللي فوزي لكجع هو الرجل القوي، يمكن حتى اقوى من موتسيبي بيدو معناتها الحقيقه في اللي قاعد في الكواليس برشا كلام وبرشا. هنيئا له عرف يخدم صح اليوم. صح اليوم بالحق يستحقوا كهو معناتها فينا المو يا خويا نعاركك بكل الاسلحه وانت مرحبا بك. ايوه نحن البوان تاعنا شاكر. نحن رئيس الجامعه هو عضو مكتب تنفيذي. احنا نعاود نقول اللي لازم اراده سياسيه كبيره، اراده سياسيه. يقولوا رانا نحن نحبوا عام 2030 ولا 2029 ولا 2500 نعملوا كاس عالم ولا كاس افريقيا، وما على الاقل يعطيونا دات. اسناد تنظيم بطوله للمغرب. سعداء بشكل شخصي على كعرب طبعا بفوز المغرب ببطوله 25 او تنظيم 25، لان ده مكسب كبير للقاره لما لدى المغرب من امكانيات جباره بصراحه على كل المستويات وبنيه تحتيه قويه جدا. طبعا اسناد البطوله للمغرب في بطوله 25 ده شيء رائع ومكسب للقاره كمان قبل ما يكون مكسب للمغرب طبعا نفسها. بكل تاكيد. محسن، الجزائر تفتقد لشروط تنظيم البطوله الاكبر افريقيا. الجزائر تفتقد لوجود رجال لها داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي. طيب سيد محسن، بصراحه هل هو يعني كل ما يحصل تنافس حول ملفات وعروض، ام ربما مقياس لقوه كل طرف في حشد الاصوات والمؤيدين؟ بالظبط، هو صراع في العلاقات وحشد الاصوات بدليل. يعني كانت الجزائر مثلا بيقولوا ان هي مش مستعده. دوله المغرب عندها بنيه تحتيه عاليه جدا، اعلنت حتى منذ عده ايام عن وجود 24 ملعب تدريب لل 24 فريق اللي هيشاركوا، بالاضافه لملعب تدريب للحكام بعيدا عن المنتخبات المشاركه، بالاضافه ده كل ده غير الملاعب لا تقام عليها المباريات وعددها 8 اعتقد. منذ زياده عدد بطوله كاس الامم الافريقيه الى 24 فريق مشارك او منتخب مشارك، ما فيش اي دوله تقدر تستطيع تتحمل انها تستقبل او تستضيف البطوله دي الا مصر، جنوب افريقيا، المغرب. بخلاف ذلك هيبقى ملفات مشتركه. المغرب طبعا هي ملفها اقوى مع احترامي طبعا لنيجيريا وبنين حتى لو كان ملف مشترك، لكن المغرب ملفها قوي جدا. نظمت الفتره الاخيره كاس العالم للانديه، شفناها كانت عامله ازاي، ونظمت بطوله افريقيا للامم تحت 21 مؤهله لاولمبياد باريس على طبعا على اعلى مستوى، عندها ملاعب في كل مكان زي ما ذكرنا قبل كده. هي اسناد البطوله للمغرب في بطوله 25 ده شيء رائع ومكسب للقاره كمان قبل ما يكون مكسب للمغرب طبعا نفسها. بكل تاكيد. الجزائر خسرانه لان لا يوجد لها ممثل في المكتب التنفيذي، بل يوجد ممثل طبعا للمغرب اللي هو السيد فوزي لكجع، وممثل للسنغال اوغاتسين سانغور، لكن لا يوجد ممثل للجزائر حتى بعدما خسر جهاد زفيزف اللي هو رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم في الانتخابات الاخيره، وحتى الراجل تمت اقالته او يعني رحل عن منصبه. ما بقاش فيه يعني ثقه للجزائر للاسف الشديد طبعا في الكاف. وجود ممثل للدوله المنظمه في المكتب التنفيذي اكيد بيبقى ليه ثقل من تربيطات وعلاقات، لان في كل الدول بيبقى فيه تصويت من الاتحادات الاهليه للدول، الا الكاف بيبقى فيه التصويت لاعضاء المكتب التنفيذي فقط. طبعا لما بيكون سنغالي حقه طبعا يدي صوته لبلاده وبيعرف يجيب الاصوات الاخرى لبلاده. الجزائر ما لهاش ممثل، ما لهاش ثقل في الكاف، عشان كده اثرت السلامه وفضلت الانسحاب بكرامه، لان طبعا ما كانتش هتفوز للاسف لا ب 25 ولا ب 27. اللي كانوا منافسين اللي كان المنافس الاقوى للمغرب في على بطوله 25 هي الجزائر خلاص سحبت. المغرب طبعا هي ملفها اقوى مع احترامي طبعا لنيجيريا وبنين حتى لو كان ملف مشترك، لكن المغرب ملفها قوي جدا. نظمت الفتره الاخيره كاس العالم للانديه، شفناها كانت عامله ازاي، ونظمت بطوله افريقيا للامم تحت 21 مؤهله لاولمبياد باريس على طبعا على اعلى مستوى، عندها ملاعب في كل مكان زي ما ذكرنا قبل كده. المغرب 25 والسنغال 27، ليس لقوه المغرب مع انها قويه او لقوه السنغال، ولكن لقوه العلاقات طيب اخيرا سيد محسن، في ظل التنافس القوي يراود سؤال انه
على التنافس قوية بالتحديد على التنظيم وفي ظل إقامة البطولة كل عامين، لماذا لا يلجأ الاتحاد الأفريقي لخطط طويلة بإسناد مثلا أكبر عدد من البطولات للدول حتى تستطيع الاستعداد الجيد؟ للاسف الكاف ما بيعملش ده. قبل كده يمكن حضرتك تتذكري كان لما بيبقى في مفترض هو حط عقوبات ان اي دوله ما تقدرش تتنظم بطوله بيتم استبعادها وعليها عقوبات استبعاد بطولتين متتاليتين وغرامه. ده ما حصلش لان الكاف بيضر بالعلاقات زي ما قلت لك. هو عمل الكلام ده على الكاميرون، بدل ما استبعد الكاميرون خلاها تنظم البطوله اللي بعديها، وبدل ما استبعد كوت ديفوار خلاها تنظم عادي، ما فيش اي مشاكل. نهاية الحديث نتمنى ان تمضي على خير، ويعني كل ما نتحدث به او كل ما هنالك من افكار او امور لتطوير المنظومه بشكل عام بالتاكيد نامل بان تحدث. أشكرك كل الشكر لتواجدك معنا من القاهرة. الصحفي